علاش الناس كيبداو شي حاجة وما كيكملوهاش؟ الحقيقة اللي ما كيهضر عليها حتى شي واحد. عمرك بديتي شي حاجة وقلتي هاد المرة غادي نكمل حتى الاخر، ومن بعد توقفتي في النص ولا في البداية ولا حتى قبل ما تبان النتيجة؟ هاد المسألة هادي تقد تكون عندها علاقة بالرياضة، دراسة، مشروع، قناة يوتيوب، كتاب، علاقة أو تغيير في حياتك. كتبدا بالحماس وبالطاقة وبالحلم، ومن بعد كيطيح كل شيء. السؤال ماشي علاش بديتي، السؤال الحقيقي هو علاش ما كملتيش. اليوم غادي نهضروا على السبب الحقيقي، ماشي اللي كيتقال في التحفيز الزائف، ولكن اللي كيتخبى في العقل وفي النفس وفي الخوف. السبب الأول، الناس كيعشقوا البداية وكيكرهوا الاستمرار. البداية سهلة بزاف، البداية فيها دوبامين، فيها الإحساس بأنك شخص جديد. كتقول أنا بديت، أنا تغيرت، أنا مختلف. ولكن الاستمرار فيه الملل، التكرار، الشك والتعب، أيام ما كيبان فيها حتى شي نتيجة. وهنا كيوقع المشكل، حيت الناس ما كتعلمش تعيش بلا حماس، كتسنى الإحساس، ما كتسناش الالتزام. الناس كيبغيو النتيجة قبل ما يدفعوا الثمن. بزاف ديال الناس باغيين جسم صحي، فلوس، نجاح، احترام، حرية، ولكن للأسف ما باغيينش الوقت، الصبر، الفشل، الإحراج والتعلم البطيء. كيبداو كيطيحوا أول مرة، كيقولوا هادشي ما دياليش، ولكن الحقيقة ما كاين حتى شي حاجة ديالك بلا ألم. الخوف اللي ما كنعترفوش به طبعا هو الخوف من النجاح. ماشي غير الخوف من الفشل. بزاف ديال الناس كيتوقفوا حيت لا واعيا كيخافوا طبعا ينجحوا، يتحسبوا، يبانوا ويتم الانتقاد ديالهم، يتبدلوا وما يبقاوش نفس الشخص، يخسروا الناس كانوا متعودين عليهم. النجاح ماشي غير ربح، النجاح فراق مع النسخة الضعيفة، مع الراحة ومع الأعذار. المسألة الرابعة وهي أن الناس كيبداو بدافع خاطئ. كيبدا باش يرضي شي واحد، باش يبان مزيان، باش ينافس شي حد، وباش يهرب من الإحساس بالنقص. ولكن ملي كيطيح الحماس الدافع كيموت. اللي كيكمل هو اللي بدا باش ينقذ راسو، ماشي باش يصفقوا ليه. المسألة الخامسة، كيبداو بخطة كبيرة وعقل صغير. غادي نبدل حياتي كاملة، غادي نفيق مع 5 الصباح، غادي نخدم مع 6 ديال الساعات في النهار، غادي نبدل كل شي دابا. العقل كيشوف هادشي وكيهرب. الاستمرار ما كيبداش بالقوة، كيبدا بالصغر. اللي كيكمل ما كيتسوقش للعظمة، كيتسوق للانضباط والالتزام. المسألة السادسة وهي الحقيقة اللي كتوجع. أغلب الناس ما باغياش تتغير. كتقول باغية ولكن غير بالكلام، حيت التغيير كيعري، كيواجه، كيحطك قدام راسك باش تعرف الحقيقة ديالك. وأغلب الناس مفضلين يعيشوا تعساء، ولكن مألوفين على أنهم يعيشوا أحرار، ولكن مسؤولين. المسألة السابعة، علاش شي ناس كيكملوا؟ وهذا سؤال مهم. هاد الناس كيكملوا حيت ما كيتسناوش التحفيز، كيديروا الشي حتى من اللي ما باغينش، كيعرفوا أن الألم مؤقت، كيشوفوا الاستمرار كهوية ماشي كاختيار. ما كيقولش كنحاول، كيقول أنا شخص كيكمل. دابا وقف لحظة وسول راسك، شنو هي الحاجة اللي بديتيها ووقفتيها؟ وماشي حيت ما قدرتيش، ولكن حيت خفتي تكمل.
راه حياتك ما محتاجاش بداية جديدة، محتاجة استمرار قديم. ما تبداش من جديد، كمل منين حبستي، حيث الفرق بين اللي كيبدا واللي كيكمل هو الفرق بين الحلم والحياة. ودائما نحو الأفضل وإلى الأفضل.